اتفضل. نسأل الأستاذة الدكتورة منال إسماعيل، كلمة فرعون، هل فرعون دي يعني هي أساسها بتطلق على الحاكم اللي كان بيحكم في فترة زمنية ما في العصر طبعا القديم أيام الفراعنة؟ دايما احنا نقول احنا شعب فرعوني. طبعا احنا انتمائنا أكيد للفراعنة زي ما بيقولوا، لأن احنا انتمائنا مش انتماء عربي حسب المعلومة اللي عندي، ما هوش انتماء عربي، لأن طبعا الانتماء الفرعوني احنا حضارة مثلا 7000 سنة تقريبا، فاكيد انتمائنا للفرعون. فهل كلمه احنا بس كلمه فرعون دي هل هي كلمه تطلق على حاكم ولا ايه بالظبط؟ فنعرف من الاستاذه الدكتوره منال اسماعيل. طيب تعالوا معايا كده. اولا احنا هنتكلم في محورين. المحور الاول المدرسه القديمه والمدرسه الجديده. المدرسه القديمه كانت بتطلق او بتقول ان كلمه فرعون دي مصريه 100%، وبيستندوا الى ان القصر اللي كان بيعيش فيه الملك الحاكم القصر اسمه بير، وعا بمعنى عظيم، فبقت بير عا يعني القصر العظيم او البيت الكبير نسبه للمقر اللي بيبقى فيه الحاكم، ومنها اتحرفت الى بيرعون ثم فرعون. ده على مستوى المراحل من اول المصري القديم وحتى المرحله القبطيه. ولذلك صارت المدرسه القديمه، وانا واحده من الناس كنت بقول ان كلمه فرعون دي بتطلق على كل الملوك، على اعتبار ان كل الملوك كانوا بيسكنوا في القصر العظيم، فكلمه فرعون هي تعني الحاكم. الى ان حدث جديد فبدات تظهر. عارفين احنا ان علم المصريات وخصوصا في مجال الاثار متجدد، يعني كل يوم في جديد، لانه الارض بتفرز وبتطلع، فبنترجم فبنجد حاجه جديده نقول لا يا جماعه في تعديل، النظريه فيها تغيير لان ظهر لنا دليل جديد او ظهرت لنا حاجه جديده. فالمدرسه الحديثه بدات بالاكتشافات الجديده، واننا نشوف والربط بقى، الربط في ما يعرف باسم الدراسات المقارنه، ودي دراسات بتسري دايما المعلومات عندنا. قال لك طيب احنا في القرآن الكريم فرعون ارتبط بمين؟ فرعون ارتبط بحدث معين، ما اتقالش غير على الفترة دي، سيدنا موسى، مش كده؟ اللي هي فترة سيدنا موسى واليهود والخروج من مصر والكلام ده. فبدأ يحصل نوع من انواع البحث في النقطة دي من جديد، والمدرسة الجديدة بتقول لا يا جماعة ان كلمة فرعون ملهاش علاقة بالحاكم، دي كانت خاصة بملك في فترة معينة، وده كان ملك ظالم، وبالتالي ما ينفعش ان احنا ننسبها لكل الملوك. ويمكن احنا طبعا في حاجات كتيرة قوي ما زلنا نستخدمها النهاردة من اللغة المصرية القديمة، كلمات كتير لسه بنستخدمها. حتى دلوقتي لما نلاقي شخص كده شقي شويتين او بيعمل حاجه نقول له انت متفرعن على ايه؟ متفرعن، اذا هي الربط او هنا الفرعنه او جاي من فرعون مرتبطه بحاجه مش الطبيعيه، حاجه فيها شويه شده عنف وما شابه. فبدات المدرسه الجديده تمشي في الخطوط دي والدراسات المقارنه مع الادله الاثريه الجديده، وقالوا لا، ان الفرعون ده شخص معين في فترة معينة، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نطلقه على كل الملوك اللي حكموا مصر في الفترة دي. فبدأ يبقى فيه حساسية شوية في استخدام كلمة مصر الفرعونية، وإن كان لسه ما عممتش، يعني ما زلنا لحد دلوقتي في ناس بتقول مصر الفرعونية. وللأسف تاني هقولها اني حتى في مجالنا بحارب ان انا اغير اسم المقررات اللي انا بدرسها، لان انا بدرس للولاد بقول تاريخ مصر الفرعونية، آثار مصر الفرعونية، لان الوزارة فرض عليا ما زالوا لسه في حالة جدل وحالة صراع حول الكلمة لم تحسم تماما. ولكن من الأمانة العلمية أو من الواجب عندي إن أنا أعرض المدرستين وأعرض الاثنين وأقول المدرسة القديمة بتقول كذا والمدرسة الجديدة بتقول كذا، إلى أن يحسم الصراع اللي ما بين المدرستين وننتهي. ولكن المايلين ليه أكتر دلوقتي إن فرعون مرتبط بفترة معينة، وإنه كان ملك غير مصري، لأنه على عادة الملوك المصريين كان في تسامح ديني
كان في حالة من التسامح الديني، وكان في حرية في العبادة وحرية في ممارسة المعتقدات الدينية، بدليل تعبد المصري لأكثر من معبود في آن واحد وتعدد المعبودات، ودي واحدة من أهم خصائص الديانة المصرية القديمة. يعني هو يفضل ان احنا نطلق عليها اسم الحضارة المصرية القديمة. بالظبط. والحضارة المصرية القديمة بقى بنقسمها من جوه لمرحلتين. مرحلة الحكم المصري الخالص اللي هي من بداية الأسرات لحد الأسرة ال30، وبعد كده تبدأ مرحلة الحكم الأجنبي الممثلة في العصر اليوناني الروماني في مصر، اللي بدأت بدخول الإسكندر وانتهت بالفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص. فبنقول ان دي كلها مصر قديم، بس منها يوناني، جزء يوناني روماني وجزء منها مصري صرف. احسنتي. رمسيس الثاني هم قالوا هو ده الفرعون اللي كان موضوع مع سيدنا موسى. طيب بص حضرتك، في الحضاره المصريه القديمه تركات كده، او بنقول عليها قضايا شائكه. القضايا الشائكه دي اختلفت فيها الاقاويل، وكل دكتور او كل باحث او كل مؤرخ او كل اثري حسب تخصصه اللي بيشتغل عليها من انهي جهه بيحاول يثبت وجهه نظره. لو مسكنا قضيه الخروج من مصر او قضيه اليهود وخروجهم من مصر، فهنلاقي ان في اكتر من راي. اللي بيروج قوي قوي لرمسيس الثاني هم اليهود نفسهم، وبيحاولوا يعني يدللوا على ده بالموميا بتاعت رمسيس الثاني، ان احنا لما لقينا الموميا قالوا انها كانت الذراعين مرفوعين وتم تكسيرهم علشان يتم عملية التحنيط، وبالتالي هو الفرعون اللي كان بيستنجد وبيغرق. طيب واحد بيستنجد وبيغرق، فكانوا واكيد ظالم ومش عارفه ايه، كانوا هيسيبوه، كانوش هيخرجوه ولا هو ليه بيحنط علشان يحافظ عليه، علشان ترد له الروح حسب الفكر المصري القديم في العالم الاخر. اذا لو روحه راحت او جسد روحه هتتوه، مش هترجع له، ده حسب فكر المصري القديم. وعشان كده يبقى احسن عقاب ليه ان هو يسيبه في الميه. انما كونه خرج واتحنط وبعدين الموميا اتاخدت واتعملت عليها العديد من الدراسات، ف يعني بنقول انه لا، هو مش رمسيس. اثريا بقى وتاريخيا، سيبك من الحته دي، اثريا وتاريخيا التوقيت بتاع رمسيس الثاني مش هو التوقيت الصح. الاقرب للصح انه قبل رمسيس الثاني، اللي هي الفتره بتاعت بقى ابنحتب الثالث، قبل رمسيس الثاني بشويه. فيعني وفي مدرسه تانية بتقول لك لا، الفتره بتاعت عصر الانتقال الثاني اللي فيها الهكسوس دخلوا مصر، فكان حاكم اجنبي من الهكسوس هو اللي عمل الحاجات دي. فبنقول عليها قضيه شائكه، لان كل فريق جايب الادله اللي تدعم الراي بتاعه. انا مش مياله ابدا لرمسيس الثاني عن نفسي، او من وجهه نظري انا مش مياله ابدا لاختلاف التوقيت التاريخي، في فرق زمني كبير جدا. لما نرجع للانجيل وللتوراه بقى وللحاجات دي، في فرق زمني كبير جدا بين عصر رمسيس الثاني وبين خروج اليهود من مصر. بيكرهوه اصلا، هم بيختاروه هم وبيحاولوا يشوهوه، لان رمسيس الثاني رمز من الرموز، ولانه اكتر واحد كان له اثار وله فتوحات ووصل مصر لانها تبقى امبراطوريه مش مجرد دوله، لما وصل لوسط اسيا وضم كل الحاجات دي. هم بيسيبوا ليه عشان هو بالظبط، هي حرب عليه. شكرا.